بس ربنا ستره لحد ما خلاص رصيد الستر خلص. الشخص اللي خانك وانت اكتشفت خيانته، فطبعا المشاعر بتبقى مؤلمة جدا 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 وتكاد تكون لا تحتمل. هقول لك على بعض الخطوات اللي تساعدك انك تتخطى موضوع الخيانة ده، وطبعا هو انت مش هتنساه، هو ديت اساليب بتساعدك في التخطي بحيث ان الموضوع ما يأثرش عليك التأثير الجذري ويخش في سكة تانية انت في غنى عنها. اول حاجة هو انك لازم تعيش مشاعرك بتاعت الألم دي. ايوه، اللي بيخلي البني ادم يتخطى اي مشكله في حياته انه يعيش المشاعر دي وما يهربش منها وما يرفضهاش. لان كتير من الناس تقعد ترفض المشاعر، تقول لك خني انا بعد ما عملت معاه كل حاجه رايح يبص لواحده غيري وهو انا مش ماليه عينه. الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده اللي بيعمل المشاكل، الكلام ده اللي هيخلي الموضوع جواك مش هيخلص. لكن لازم تتقبل مشاعرك علشان تتخطاها، وابكي وعيط وخرج كل اللي جواك. ما تسيبش نفسك للمشاعر ان هي تفضل تقطع فيك، لكن عيشها، عيش المشاعر. رقم 2 هي المواجهة والمعاتبة. يعني ايه المواجهة والمعاتبة؟ يعني تجيبي زوجك او الشخص اللي خانك في حياتك ده وتتكلم معاه، حصل ده ليه وليه وتطلع كل اللي جواك ليه. فهو طبعا هيقول اللي جواه، فهيبقى قدامك حاجة من الاتنين، يا اما تتقبل وتقدر لو عندك القدرة طبعا يعني انك تتجاوز، ممكن تتجاوز وتبتدوا حياة جديدة مع بعض لو عندك الوسع والقدرة. لكن هتخش بقى في دوامة لا ما انا هبقى شك فيه بعد كده ومش هبقى فيه امان، خلاص ما تكملش. النقطة التانية بقى انك تلم ما تبقى من كرامتك وتمشي، لان انت مش هتعرف تكمل مع حد خاين، وهتقعد بقى في وساوس ومش هتخلص من الموضوع ده. هتفضل تعبان وعمال تفكر كتير، ويوم ما يعمل تليفون لا اكيد بيكلمها لا اكيد هو، مش هتخلص. فخلاص انفصل وشوف حياتك. رقم 3 لازم تقرب من ربنا. تقرب من ربنا بروحك، تقرب من ربنا وتقول له يا رب اشفي قلبي وجروحي اللي جوايا دي. العلاقة مع ربنا كل ما بتبقى كويسة كل ما الإنسان بيبقى متزن وكل ما الإنسان بيبقى هادي. فقوي علاقتك بربنا عشان الأفكار الشيطانية ديت ما تجيش وتدمر لك حياتك. رقم 4 إنك تقوم بقى تشتغل على نفسك. ما ينفعش إنك تفضل زي ما انت نفس الشخص، نفس التفكير، نفس كل حاجة. لازم تقوم تشتغل على نفسك وتحب نفسك وتتقبل كل اللي حصل ده علشان تقدر تتخطى الألم ده والوجع ده، وتعرف ان البشر كلهم خطائين، ما في حد ما بيخطئش، ما في حد ملاك نازل من السماء. والشخص اللي معاك ده خان عشان ده خطأ في الأول وفي الآخر، بس هو خان ربنا وخان نفسه، ما خانكش انت. لازم تاخد بالك من النقطة دي كويس قوي 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 قوي. وكلنا بنعمل الذنوب في حياتنا بس ربنا ستره لحد ما خلاص رصيد الستر خلص. فانت كمان تركز على نفسك وتحافظ على ستر ربنا عليك في حاجات تانية، لان انت برضو بتعمل اخطاء. فتطور من نفسك بعد مرور التجربة بتاعت الخيانة دي.